أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن ثقافة الطعام، الثقافة المفقودة في مجتمعاتنا. الطعام اللي بناكله بكميات كبيرة وبإسراف، وما نعرفش إن كثرة الطعام دي بتأذينا، وما بنعرفش إن ديننا قال لنا ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. عاداتنا كمصريين مرتبطة إلى حد كبير بالطعام. أعيادنا كلها مرتبطة بالطعام. عيد الفطر مرتبط بالكحك والبسكوت، عيد الأضحى مرتبط باللحم والرقاق، عيد شم النسيم مرتبط بالفسيخ والسردين وعيد المولد النبوي مرتبط بالحلوى. أعيادنا كلها مرتبطة بالطعام، ولكن هل عندنا ثقافة الطعام؟ كيف نأكل؟ والكمية التي نأكلها ونوعية الطعام التي نتناوله. كثير منا يأكل بكثرة ويعتبر أن من إكرام الضيف أن نقدم له طعاما كثيرا وأن نرمي باقي الطعام في الزبالة. للأسف الطعام ليس بكثرته وليس بغلو ثمنه، الطعام بقيمته الغذائية، بقيمته اللي بتفيدك، قيمته اللي الجسم محتاجها. الطعام لابد إحنا نعلم أولادنا ثقافة الطعام، نعرفهم كيف يأكلون، نعرفهم نوعية الطعام اللي بيأكلوه. كتير من أبنائنا وشبابنا بيذهب إلى المحلات ليأخذ الوجبات السريعة، وجبات اللي حلت على مجتمعاتنا وللأسف بنتناولها بدون وعي. ننفق عليها الأموال الكثيرة ويصاب الأبناء بالتخمة، ثم ننفق أيضا الأموال لكي ينقص الوزن ونذهب إلى دكاترة التخسيس. ما هذا؟ لابد أن تعاد الثقافة، ثقافة الطعام. أين أكلتنا المصرية القديمة التي كنا نعتز بها؟ أين مطبخنا المصري اللي كنا بنعتز به؟ أين الأكلات التي اندثرت، الأكلات البسيطة التي لا تكلف الأسرة شيئا؟ أصبحنا نجري وراء كل جديد، ويأتي إلينا المطبخ اللبناني والمطبخ السوري والمطبخ التركي، وكثير من المطابخ العربية والأجنبية أتت إلى مجتمعاتنا، وللأسف أكلتنا الشعبية البسيطة الجميلة الغير مكلفة بدأت تندثر وتختفي. حدث أبنائك على هذه الأكلات لا يعرفونها ولم يتذوقونها من قبل. لابد أن نعيد إلى مطبخنا أكلتنا القديمة، نعيد إلى بيوتنا ثقافة الطعام البسيط والكميات البسيطة. الأجانب يأكلون بالوحدة، إذا ذهب أحدهم إلى السوبر ماركت فإنه يشتري تفاحة أو تفاحتين على حسب ما يحتاجه. أما نحن فنتباهى ونتفاخر بكثرة الطعام، نتفاخر ونتباهى أمام الضيوف أننا عندنا طعام كثير. وقد تستدين بعض الأسر المصرية في العزومات للأسف الشديد لكي تأتي بالطعام لتملأ به المائدة، ثم يلقى معظمه في صناديق القمامة. ما هذا؟ لابد أن نتعلم هذه الثقافة ونعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا هو الدين الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، ولا بد أن نقتدي به ونعمل به لنعيش حياة سليمة، حياة صحيحة، ونعيش في أوطاننا على خير وأمن. وثقافة الطعام لابد أن نكسبها للأبناء ونعرفهم كيف يأكلون والكمية التي يأكلونها.